أنا هارُد على الناس اللي بتسأل مسلسل لا تُرَد ولا تُستبدل هو مسلسل نكد وكئيب والّا لأ؟ يا رب أنا راضية بأي حاجة أنت كاتبها لي يا رب، وعارفة إن ده ابتلاء وأنا راضية بيه والله. أيوه، فعلًا هو نكد، بس مش لدرجة إن أنت ما تتفرّجش عليه. الحلقة الأولانية بس آخر 10 دقايق لمّا دينا الشربيني بتكتشف إن هي عندها فشل كلوي وبتعمل أول جلسة غسيل كلى. المشهد ده قاسي جدًا، ودينا الشربيني بصراحة مثّلته بشكل خطير، اتأثّرت جدًا. بجد حاجة توجع القلب. عدّي بس ال5 دقايق دول وبعد كده كل الباقي مقدور عليه. أنا واحدة بابقى شايفة دمي بيتصفى قدامي كل يوم. بعد الحلقة الأولى لقيت دكاترة كتير بيتكلموا عن المشهد ده كان بالظبط زي اللي بيحصل في جلسة الغسيل. مفيش أي أخطاء طبية ولا أفورة، وبسطني جدا ووجعني قوي برضو إن في مرضى كتير طلعوا قالوا إن ده بالظبط اللي بيحسوا بيه وقت الغسيل، وإنهم أخيرا حسوا إن في حد بيتكلم عن الفشل الكلوي ومعاناة جلسات الغسيل. جملة دينا الشربيني في مسلسلها الجديد: وحياتي اللي انا عايشاها بقالي 8 شهور وجايز تكون حياتي الجايه كلها لو ما قدرتش ازرع. انت ممكن تبقى انسان طبيعي جدا ما عندكش اي امراض، فجأة تقع من طولك يوديك المستشفى انت عندك فشل كلوي وهتغسل طول حياتك. المشهد بتاعها لما كانت خايفة من القسطرة اللي هيركبوها لها عشان تغسل منها، بالظبط نفس رد فعلي، نفس كل كلمة قلتها للدكتور، نفس عياطي، نفس خوفي، كل حاجة. أنا حاسة إن هما كانوا بيصوروني في وقتها، فبجد تمثيلها حقيقي جدا. شكرا لصناع العمل ده لأن هما بيوعوا بمرضنا وبيوروا الناس المعاناة اللي احنا عايشينها، وربنا يشفيني ويشفي جميع المرضى. غير كده مكة اللي طالعة بنت أحمد السعداني في المسلسل هي فعلا من ضعاف السمع، بس كله بيقولوا عشان مكة. وعرفوها عن طريق جمعية اسمها نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي إعاقة السمع بصرية. المسلسل ورانا قد إيه في ناس كتير بتعاني من تكاليف وصيانة بطارية السماعات المستمرة. ده طبعا احنا ما تكلمناش عن عملية زراعة القوقعة عشان دي حاجة تانية خالص. المرعب في المسلسل ان دينا الشربيني كانت رايحة شغلها في يوم عادي جدا وفجأة لقت نفسها بتغسل كلى في المستشفى. لما يبقى عندك يوم صعب ما تقولش لحد يومي كان زي الزفت، قول الحمد لله ان هو كان يوم عادي جدا. ده جزء صغير اتكلمت فيه عن مسلسل لا ترد ولا تستبدل عشان تشوفوا رأيي في قصة الحب اللي من طرف ثالث اللي بين دينا الشربيني واحمد السعداني وصدقي صخر. اعملوا لي فولو على تيك توك او اشتركوا في القناة لو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب.